لم تتبقى إلا أيام قليلة على الميركاتو الشتوي، وعيون كبار أوروبا على الجواهر المغربية التي تألقت في مونديال قطر. نبدأ هذا الفيديو بصمام الأمان والسد العالي ياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني الذي تترقبه أندية كبيرة من قبل البارسا ومانشستر يونايتد، ولكن يبدو أن البافاري هو الذي يبذل مجهودات كبيرة تقربه من إقفال صفقة بونو الأسد المغربي. كما يعتبر عز الدين ناحي من بين اللاعبين القلائل والتي تسعى كل الفرق للتعاقد معه. وناحي قدم مستويات رهيبة أعجب بها محللي كرة القدم، وتضعه عدة أندية كهدف لها في الشتويات القديمة. مدرب البارسا معجب به كثيرا، كما يدرس البي اس جي إمكانية استقطابه إلى حديقة الأمراء، لكن الفريق الإيطالي نابولي هو من أبدى رغبته في ضمه رغم صعوبة التفاوض مع أونجيه الذي يريد مبلغ كبير للتخلي عن جوهرته. أما سفيان أمرابط الذي قدم أداء كبير استحسنه الجميع وتفوق على أساتذة وسط الميدان في العالم، فقد طلبه يورجن كلوب على وجه السرعة لكي يوقف به أي خطر يهدده في أنفيلد. أما لاعبي البطولة الوطنية فقد أقنع عطية الله الجميع وخطبته عدة أندية خاصة الفرنسية منها، لكنه يريد البقاء في الوداد هذه الفترة وينتقل في الميركاتو الصيفي، في حين يجد حكيم زياش معاناة كبيرة جدا في تشيلسي الذي لا يريد التفريط فيه، وفي نفس الوقت يجلسه مدرب الفريق كثيرا على الدكة. زياش مطلوب في الميلان، لكن البلوز يطلب فيه مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو للتخلي عنه، وهذا المبلغ كبير على الميلان لأن راتب حكيم زياش هو كذلك مرتفع.